طلبت من سيف اشوف اول بنت عايزه تتجوز من غير نيش. الحقيقه انت لازم تتحطي في محميه طبيعيه. اصل انا بجد مش فاهمه ايه لازمته اصلا. هو اصلا اسمه لوحده نيش كده بيعصبني. مهمته ان احنا نحط جواه الطقم الصيني اللي احنا ندفع فيه دم قلبنا ومش بناكل فيه غير مرتين ثلاثه في حياتنا. طبعا لازم يكون في بيت كبير الناس كلها تزورنا فيه ساعه الصباحيه، وقبلها لازم يكون في فرح نعزم فيه امه لا اله الا الله، لا نعرفه ولا ما نعرفوش، ولازم ياكلوا كويس، لو ما اكلوش كويس هياكلوا وشنا. المشكله ان محدش بيفكر هو ليه بيعمل كده. هو كله بيقلد كله علشان المجتمع والناس وخلاص. علشان التفكير بقى جريمه يا حبيبتي. عارف ان حضرتك اول واحد اتكلم معاه كده وما يتريقش عليا. اخويا يا بنتي انا هجيبه منين؟ ده سبب وجيه طبعا. لا هو بصي انا مش كبير قوي طبعا، بس شفت حاجات كتير. شفت جوازات بتبوظ على حاجات عبيطه خالص، زي لون حيطه، على قايمه، على اهل مش واثقين في بعض، وناس اتحبست علشان تبديل، وناس اتمنعت من سفر علشان نفقه. للاسف الجواز النهارده بقى بيتبني على اساس غلط، مش على الموده والرحمه. انت عارف يا رؤوف ان انا كنتش متخيل انك هتكون متحمس قوي كده لجوازي. علشان ساعات تبص كده الاتنين يفتحوا نفسك على الجواز، عكس الغالبيه دلوقتي على فكره. انت ما كنتش مبسوط في حياتك وانت متجوز؟ ده بقى سؤال صعب، والاجابه عليه كمان اصعب. لا انت بتهرب من الاجابه. ممكن تبقى كنت سعيد او لا ما كنتش سعيد. او مش عارف، والحقيقه انا مش عارف. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.